تعالوا انا وانتوا نعمل نادي صغير في البيت عشان تبطلوا شكوى ان ولادكم عندهم فرط حركه وعمالين يخربوا في البيت بادوات بسيطه هتلاقيها عندك في البيت، او لو هتشتريها بمبلغ رمزي. انا امل ندى، اخصائيه تربيه خاصه، وهساعدك عشان تبقي عرفتي تربي. يلا انا وانتوا نعمل النادي الصغير. هنطلب منه اللي هو يحط مثلا 5 كرات جوه الصندوق، يعني لو 5 كرات انت حطيتهم جوه الصندوق يبقى انت كده فزت. يلا نبتدي. لو في واحده خرجت زي ما دي خرجت هو هيبدا يتضايق ويتنرفز، انت شجعيه لان مع التشجيع هيحفز عنده ويحاول يجيب المره الجايه. احسنت، حاول تاني. بص المره دي انت حاولت، بس ركز المره الجايه عشان تدخل. انا واثقه ان انت هتجيب. برافو عليك، شاطر. يلا دي اول واحده، يلا وريني، ناقص لك 4. برافو عليك، تاني واحده. انت شاطر جدا. كل ما تحفزيه كل ما هيكون عنده احساس المحاوله اللي هو يفوز كل ما يزيد. يلا نحاول تاني، يلا حاول، شاطر. معلش المره الجايه هتعرف. شفت جبت كورتين ازاي؟ المره الجايه هتيجي. حاول كمان. خلاص يلا ركز في الكور اللي معاك. برافو عليك، ناقص لك كورتين حبيب قلب ماما. اخر كرة، ناقص لك كرة واحدة. انت جبت ال5 ولسه عندك كورتين. حاول، يلا انت كده حققت الرقم اللي احنا عايزينه، بس حاول دخل كمان كورة عشان تكون اشطر ولد. يلا حاول تاني. برافو عليك، احسنت، حاول تاني. انت حققت اكتر من اللي احنا طالبينه. يلا شاطر، برافو عليك. ركز بقى في دي، انا عايزاها تدخل من مره واحده. بسم الله. ما تتضايقش، عادي، انت حققت اكتر من اللي احنا طالبينه. برافو عليك حبيب قلب ماما. طيب اللعبة دي استفدنا منها ايه؟ استفدنا منها انتباه وتركيز. هو حط هدف ان هو يحط جوه الباسكت، فهو في هدف معين هو حطه هيدخله. بعد كده لما يكبر ويحصل مشكلة هيفكر في حلها وعشان خاطر يحققها. ده هنا تحقيق الهدف. وممكن كمان ايه، كلنا بنبقى عايزين في الثانوية العامة حاطين هدف كلية معينة او حاجة معينة هو حابب يدخلها، فده الهدف. معنى ان بلعبة زي دي لعبة حركية حط فيها هدف حققه، ده بيعلمه في المستقبل ان هو يحط هدف ويحققه ايا كان هو ايه. تيجي نشوف لعبه تانية. لعبه معانا تكون على الارض، حلوه جدا للانتباه والتركيز والتوازن، وكمان يعرف حدود جسمه. تقريبا سمعت حدود جسمه دي قبل كده، روح على الفيديوهات بتاعتها عشان الالعاب حلوه جدا هتعلي الثقه بالنفس، وكمان يعرف حدود جسمه عشان يفادي اي ضربه. يلا نشوف اللعبه الجايه مع بعض. ده لزق ملون وعريض يستحسن، وكل ما كترتي في الالوان كل ما يكون احسن. تيجي نشوف ازاي هنعمل. هنقطع شريط طويل وهنقول له اي لون احمر او اي شريط طويل معناها ان انت هتمشي على اطراف صوابعك، واي 2 صغيرين معمول عليهم اكس معناها ان انت هتنط هنا برجلك. هنقول اللعبه بتاعتنا ازاي. لو لقيت شريط طويل لونه احمر او اي حاجه لونها احمر هنمشي على اطراف صوابعنا، ولما تلاقي اكس لونه اسود هتنط نطه برجليك الاتنين. يلا اللي بعدها فين اهي. ممكن تصعبي الموضوع شويه، استني البوست اللي هيبقى فيه توضيح للعبه دي.